مصر في الامم. كنت عايز الخبطك اقول لك مصر والكاميرون ولا مصر والسنغال لسبب، لان عمرو زكي نزل بعدها ما فيش دقيقه جاب الجون الثاني، او تريكا رفعه له وجاب الجون الثاني. دي حاجه رباني يعني. ما هو حاجه رباني، بس ربك بينصر. ابو تريكه ما بيلعبش بالشمال، ده رفع ربك بينصر بقى. الناس كلها ايه معترضه، وهو نفسه ميدو نفسه كان معترض ان هو يطلع. بس انا شايف اكتر، انا كمخرج لما مثلا بخرج عندي في المعهد فنون مسرحيه، انا شايف اكتر من الممثل، لان انا عندي رؤيه كامله للموضوع. هو شايف ان ميدو لازم يطلع وينزل عمرو زكي في التوقيت ده عشان يجيب الجول، وقد كان محبا، وقد كان. وهو كمان عمل الحركه الشهيره برضو بتاعت حسن شحاته، طبعا المعلم الكبير، طبعا انا ببعت له التحيه كل سنه وهو طيب. عمل ان هو كان على حق لما شاور للجمهور في الاخر يعني. كتير هاجموا كابتن حسن شحاته لانه اعتمد مبدا الاخلاق في قياده المنتخب، وهو شايف ان هي تجربه اخلاق ولعيبه محترمه. هل انت تقييمك للفكر ده يعني؟ بص، الرياضه اساسا بنيت على الاخلاق. من غير اخلاق مفيش رياضه. مظبوط تمام. كل اللعيبه، انا طبعا اللعيبه اغلبهم كلهم صحابي يعني الحمد لله، يعني دي لعيبه محترمه يعني. ده ان انت عندك ان انت مثل اعلى تحتذي بيه يعني. اذا كان ابو تريكه، اذا كان احمد حسن، اذا كان اي حد من الفرقه يعني. الناس دي ما بتسيبش فرض، الصلاه في ميعادها، الفجر في ميعاده، والجمعه يعني اللي ما كانش بيصلي، حتى زيدان ما كانش قال فتره كده ان هو ما كانش بيصلي، وابتدى يتعلم ان يصحى يصلي الفجر مع الفرقه. يبقى دي ان انا احتذي بالناس دي يعني. ان انت لما اكون قريب من ربنا يعني، من تقرب الله رجع له مخرج يعني، هيخرجوا من اي دي. صحيح. يعني حتى الحكايه اللي حصلت في جنوب افريقيا على المنتخب والدوشه الشهيره اللي حصلت دي، ده كان تغطيه لسرقه في جنوب افريقيا. ان انت لما تعرف كمان في جنوب افريقيا ان الراجل وزير الداخليه اتسرق. صحيح. لا طبعا دي كارثه كبرى بقى يعني. انت دي كارثه كبرى. فنرجع تاني مرجوعنا ان انا عندي مثل وقدوه للعيبه دي. يبقى انا ابني لما يقول لي مثلا انا بسجد لربنا علشان بشوف لعيبه النادي الاهلي بتعمل كده، او لعيبه نادي الزمالك، او لعيبه المنتخب بتعمل كده، اللي هو بيسجدوا شكر لربنا ايا كان بقى. طب السؤال السادس، قوه الملاحظه. ما هو المشترك بين هذه الاسماء؟ عبد الحليم حافظ، احمد زكي، يوسف ادريس، غير ان الثلاثه ربنا يرحمهم ان شاء الله يعني. ايه المشترك بين الثلاثه دول؟ و4-1 ليك يا مسهل يا كريم. يعني المشترك هو الحاله الابداعيه. وده صباع عبد الناصر ده اللي تحت المناخير. الحاله الابداعيه اللي كانت موجوده يعني. والابداع برضو دي تمام يعني. بس لا، في حاجه ثانيه. عبد الحليم حافظ، احمد زكي، يوسف ادريس. اعتقد نفس الحاله اللي هي المرضيه اللي كانت موجوده برضو. ان عبد الحليم كان عنده مشكله قويه جدا طبعا في الكبد. احمد زكي نفس اللي كان برضه عنده نفس المشكله يعني، مشكله قويه جدا برضه في صدره. دكتور يوسف ادريس برضه ما كانش عنده حاجه يعني انا بقول لك ما كانش عنده ده تشابه في الحدوته. احتمال اكون غلط في اللي انا بقوله يعني. عبد الحليم حافظ، يوسف ادريس، احمد زكي. احمد زكي من فين؟ عارف بلده ايه؟ انا عارف ان هو من الصعيد، بس مش عارف هو منين. لا، احمد زكي شرقاوي والله. احمد زكي اصلا شرقاوي صح. عبد الحليم شرقاوي برضه، ويوسف ادريس شرقاوي برضه. شفت بقى؟ صح. طب ايه، احسب له نقطه استاذ هيثم ولا ايه؟ لا، الثلاثه شرقاويه. انت بتتكلم على البلد، انا فاكر ايه الحكايه يعني. هم طبعا كلهم مبدعين وكلهم راحلين، ربنا يرحمهم يعني. بس يعني والمرض كمان يعني ايه يعني عبد الحليم رحلته مع المرض ده موضوع كبير، واحمد طول عمره، واحمد زكي شويه الاخرانيين، بس يوسف ادريس يعني توفى طبيعي. بس هم الشرق، وده المشترك رئيس جمهوريه التمثيل في مصر عم احمد زكي يعني. وعبد الحليم ده ملك الرومانسيه في الدنيا، وعبد يوسف ادريس ده اللي هو يعني انت ما خفتش تحط رجلك في حته احمد زكي حط رجله فيها؟ لا، انا عملت عبد الناصر. بص، لو انا خفت مش هعمل عبد الناصر. بس انت بتعمل حساب بتعمل حساب ازاي بقى؟ بتعمل حساب لسبب. انت عم احمد زكي رحمه الله عليه يعني، انا نقطه كبيره عم احمد زكي يعني. انا اصغر ان انا اكون عشر احمد زكي يعني. بس هي الفكره كانت هو عمل فتره 56 بس، اللي هو 3 شهور في حياه جمال عبد الناصر. لكن انا عملت من سنه 18 يعني بدايه مثلا اول 4 حلقات انا عملت 37 سنه في حاج جمال عبد الناصر. الفيلم مكثف لانه ساعه ونص، لكن انا بعمل حلقات 22 ساعه. ففي مساحه.
انا بعمل الفتره كلها من اول الميلاد لحد الممات. 5-1 لمجدي كامل واجاباته الدبلوماسيه كل ما نيجي نقرب يعني نولع الدنيا، بس ماشي. 5-1 دي وهنكمل مع بعض بس بعد الفاصل. 5-1 وفاضل 3 اسئله وعندك فرصه كبيره انك تجيب ال6 وتعديها. يا رب. السؤال اللي جاي من الطفوله. هل عمرك جربت وانت صغير اختبار الصوتيات بتاع الطفوله عشان يعرفوا انك انت قلدك في الريح او في السين او عندك بتتلعثم؟ لا دي حصلت، وكانت التدريب من ستي يعني. يعني ايه الجمله اللي كانت بتدربك عليها؟ عشان انا هسالك الجمله خليك تقولها. بالسمن والسكر والعسل لكن يا خساره لسعه لساني. ده عشان السين. الحمد لله طلع ايه. ما كنتش دخلت المعهد. طب هتعرف تقول خشب السقف 5 خشبات 10 مرات؟ خشب السقف 5 خشبات. خشب السقف 5 خشبات. خشب وبرنامج 20 دقيقه. خشب السقف 5 خشبات. خشب السقف 5 خشبات. خشب السقف 5 خشبات. خشب السقف 5 خشبات. انت قلت 5. خمس السقف 5. تمام هي دي. خمس السقف 5 خشبات. 5-2. طب السؤال الثامن فوتوغرافي. لا 5-2 ليه؟ ما انت قلت انت قلت لي اقول 5 5 لا خلاص ما كملتش انا قلت يعني 6-1. لا 6-1. قلت لي قول 5 ولا انا هديك الدرجه عشان انت قلت 6 بس ست لي مظبوطه زمان. لا 6 ده اختبار معك. خلاص اوكي. ده اختبار تمثيل بالمناسبه. طب هعمل لك اختبار فوتوغرافي. هوريك صوره فيها 2 من شخصيات المصري الاصلي وتحاول تعرف لي هم مين. يا مسلم. انا الصوره بعيده. بعيده. ده واضح ان هو ملحن. ده بليف. لا اصل انا مش للاسف الشديد انا نظري ضعيف قوي. الصوره مش واضحه بس شويه. ملحن وشاعر. ده عبد الرحمن الابنودي. مظبوط. و لو بتحب تاخد خطوه انا اروح. انا ماليش مشكله انا اروح لان انا النظر على لحن غنوه من احلى الاغاني الوطنيه بتاعت تعيش يا بلدي. عارفها؟ بلدي تعيش يا بلدي يا بلدي تعيش يا بلدي. ايوه تعيش. عبد الرحمن الابنودي كمان. انت فاكر الغنوه بتاعت تعيش يا بلدي؟ طب قول كده كنت بتناديني بقولها كده. قول اوديك الدرجه. يا بلدي تعيش. لا استنى بس انا عارف الراجل الطيب ده. عبد الرحمن و عمرو ابراهيم. ابراهيم رجب. هم 2 من اكثر الناس اللي عملوا. لا انا مش عارف طبعا الشكل بالظبط ان احنا يعني انا مش عارف الشكل بالظبط. انا طبعا عارف بليغ، عارف كامل الطويل. لا هو ملوش صور كتير عن محمد الموجي لكن انا مش عارف ما كنتش عارف شكله. عمرو ابراهيم رجب من الناس اللي عملت شغل. لكن الابنودي طبعا يعني عملوا فتره ال 67 73 كميه من الاغاني الوطنيه. الفتره اللي هي من 67 ل 70 كانوا هم بصراحه منورين فيها. بس انا هديك الدرجه انك عرفت الابنودي ده. لا الابنودي لا دي صعبه الصوره دي برضو. لا انا مش عارف طبعا ابراهيم رجب لسبب لان انا مش عارفه يعني مش ما لمحتش الصوره ليه قبل كده. بص انت 7-1 ومصري اصلي خلاص. انت في يعني في مرحله التمام. بس هو فاضل سؤال وارجوك يعني حافظ على نفس المستوى. السؤال ده السؤال السريع. السؤال السريع هقول لك رد على طول. الحاجه وترد على طول لان هم 10 نقط. تمام. هقول لك اسم المنطقه. تمام. وتقول لي هي تبع حي ايه او منطقه ايه. يعني مثلا لما اقول لك سلطان حسن. دي السيده عيشه. ابو العيد. تمام. نزله السيسي. عايزك تقول 5 صح. نزلة السيسي. لحظة هو السؤال السريع. انا لا انا مش عارف فين. الهرم. عزبة ولاد علام. دي في الجمالية الدقي. مصنع الكراسي. مصنع في امبابة. مظبوط. في عزبة الهجانة. الهجانة في لا مش عارف برضه. يا اخي دي تنصت الاسم عليا كده يعني. طب مانيا الشيحة. دي طبعا منيب. مظبوط. طب تحت الرابع. خالد الخليلي طبعا. الحسين يعني. هي باب الخلق. باب الخلق. سوق الخراطيم. عين شمس. منشية ناصر. منشية ناصر. الطوابق. الهرم. الفيصل يعني. تمام. الفرنساوي.
الفرنساوي دي الزهراء، منطقه الزهراء يعني، اللي هي مصر القديمه. مصر القديمه. انت قلت 5 صح وخدت درجه، انت 8-1. سكور مجدي كامل عمل سكور في البرنامج مفيش حد كتير عمله. يعني ربنا والله اللي بيكرم والله يعني. انبسطت جدا. لا بس انت على فكره يعني انت بتفكرني بحاجات انا انا في حاجات ببقى ناسيها، يعني اماكن انا ما رحتهاش، واماكن انا عايز اعرفها يعني، واماكن انا ممكن اكون عديت عليها وتاهت مني في السكه يعني. ده افكرك بقى عشان ده زي الفل. صح شويه. انبسطت بيك جدا النهارده. ربنا يخليك، ونورتني. ربنا يخليك. ومصري اصلي ويا رب تكون انت اتبسطت كمان. انا مبسوط جدا والله بالبرنامج، وفكره البرنامج حاجه هايله، وربنا يوفقك يا رب دايما. وسعيد جدا ان انا مع حد مثقف وفاهم. ربنا يخليك. انا بس يا رب يكون المخرج خدك وانت عمال تعمل عبد الناصر كل شويه كتير يعني ربنا يكرمنا، وكل سنه وانت طيب يا ريس. ماشي، شكرا وكل سنه وانت طيب.